هل بتعتبر أستاذ مكرم في أن جزء من التصويت الذي صوت في البداية مع الأستاذ ضياء في المرحلة الأولى أو في الجولة الأولى كان تصويتا سلبيا ضد الأستاذ مكرم عندما تظنوا أو شاهدوا أنه لم يتم تنفيذ كل ما التزم به مكرم محمد أحمد كنقيب الصحفي المرة الأولى؟ هل هو شكل من أشكال التصويت السلبي؟ أنا التزمت بتنفيذ وسوف أثبت لك هذا. اتفضل. أنا التزمت بتنفيذ كل ما التزمت له. هي معركة تداخلت فيها عوامل سياسية وعوامل حزبية شديدة. تصور واهم بأن سقوط نقابة الصحفيين يعني التغيير، بداية تغيير جارف في مصر. عمل منظم من جماعة الإخوان المسلمين، شغل من الحزب الناصري أو حزب الكرامة كما كان علني وبوضوح، لسبب بسيط، لأنه حزب الكرامة قبل عامين أقام مؤتمرا في نقابة الصحفيين، والمؤتمر لم يلتزم المؤتمر آداب الحوار، ولم يلتزم المؤتمر الحفاظ على رموز الدولة. انت عاوز تنتقد الرئيس انتقد الرئيس، عاوز تنتقد الحكومة ما تنتقد الحكومة، عاوز تنتقد السياسات القائمة ما تنتقد السياسات القائمة. مع أنا نقيب الصحفيين أمارس بعض هذا الشيء في أعمدتي، إنما تحول النقابة إلى مكان للسب والقذف، هذا لم يحدث في عهدي، ولكن الذي حدث انه مدير النقابه الاداري في هذه الفتره لخوفه مما وقع كتب تقريرا قراته بعد ان اصبحت نقيبا، جاء لي يطلب عقد المؤتمر، ومؤتمر بيجي له ضيوف من ليبيا وضيوف من سوريا وضيوف من كوريا. فانا قلت له انا متاسف، المؤتمر لن يعقد في النقابه. ليه يا استاذ مكرم؟ انا اؤكدك انني سوف التزم، وانا بنقل لك حوار حرفي، أنا سوف ألتزم وهناك ظروف وهناك ظروف، وأنا بأدرك من المتغيرات، وأنت نقيب محترم ولا نريد أن نحرجك. قلت له النقابة لن تكون مقرا لأي مؤتمر لأي من الأحزاب الوطني قبل منك. لو أن الرئيس مبارك طلب مني عقد مؤتمر للحزب الوطني في النقابة فسوف أقول له اعفيني سيادة الرئيس، لأنني لا أريد للنقابة أن تكون مقرا لصراع حزبي. وثبت على موقفي رغم كل الجهود التي عملها. أصبحت لأنه طبعا أما تعقد مؤتمر في هذه الدار الفخيمة، في هذه الدار التاريخية، في هذه الدار العملاقة، فهي تضفي عليك بأكثر مما تضفي عليها. ده أحد العوامل. العامل الثالث اللي قلت لسيادتك عليه أيضا إنه 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 في شباب مهمش، في شباب مهمش في الصحف المصرية، وشباب مهمش في الصحف الخاصة، والعلاقات الصحفية، العلاقات للأسف في داخل المؤسسات، لا أتكلم عن القومية. العلاقات القومية قد يقع فيها بعض المشاكل وبعض الخلافات ما بين رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير، لكن العلاقات في بعض المؤسسات الخاصة قد تصل إلى أن تصبح علاقة قن، بمعنى أنه كل هؤلاء زملاء معظمهم يعيشوا على البدل التكنولوجيا. يقول له اكتب عقد سوري، وروح خد البدل من النقابة هو مرتبك، واكتب مع العقد السوري استقالتك. حدث انه طاوع امره، لم يطع امره، يبعت جواب الى المجلس الاعلى يقول له هذا الرجل لم يعد كذا، يسقط من الولد بدل التكنولوجيا، يعني يجوع ولا يصبح معه نقدا. وانا كنت ضد هذه العلاقات، وذهبت الى المجلس الاعلى علشان اقول ان هذا افساد لابد ان يتوقف. انت يكتب ما يشاء رئيس تحرير الجورنال، ولكن النقابة ينبغي أن تكون مرجعية في بيان ما إذا كانت هذه الأسباب حقيقية أو أنها أسباب وهمية، لأنك أنت بتزيد من خضوع الناس لسلطة منفردة، مش سلطة بقى أقصى بكثير من سلطة رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسة القومية. ده جزء من المشاكل اللي موجودة، وده اللي فسر وقوف بعض المؤسسات الخاصة ضد مكرم محمد أحمد. تعال نشوف النهاردة وإن أنا راجل عجوز وزودوا 5 سنين ما يهمش، إن أنا راجل سني وصل إلى 78 سنة وأنا لي أن استريح
وبقى ايه وكلام فظيع، يعني انه ان انا راجل مهني كويس وصحفي كويس ولا احد يستطيع ان يطعن في صحافته. لكن لا، انا لست مناضل، انا الحكومه لما هتقول لي هص ههص على طول. وهو زميلي المنافس مكافح ومناضل، لانه وقف مع 5 أفراد على ناصية الاهرام ايام كان مرسي عطله عشان يقاوم الدمج. الذي صحح الدمج هو مكرم محمد احمد. عندما اصدرت بيانا اغضب في البدايه الاستاذ صفوت الشريف، ولكنه تفهمه وتفهم اسبابه، وكان لديه من الشجاعه ما يدعوني الى ان اذهب لاجتماع المجلس لكي اقول الراي فيه. وبالفعل نتيجه هذا اجتماع المجلس خرج المجلس بقاعدتين اساسيتين هما اللذان سهلا عمليه الدمج، انه لا ينبغي للمؤسسة التي سوف تدمج فيها المؤسسة الأخرى أن تتحمل أي خسائر على وجه الإطلاق، والمجلس الأعلى سوف يتحمل التكاليف إلى أن تتوازن المؤسسات، إلى أن تتوازن دخول تنجح الصحيفة اللي هي. والحاجة الثانية أن أولاد المؤسسات الصغيرة لا ينبغي أن يعاملوا معاملة أولاد البطة السوداء في المؤسسات الجديدة. وبهاتين القاعدتين اللي عملهم صفوت الشريف من واقع مناقشة موضوعية ما بينه وما بين النقابة، أعتقد مشي قرار الدمج. فيعني أنا لا أريد أن أقول من حق كل واحد أن يرى أسلوب النضال الذي يوصله إلى أهدافه، ولكن أنا لست، وأنا قلت بوضوح، لست ممن يرفعون سيوفا خشبية في البداية. أنا أفاوض، فإذا وجدت نفسي أمام الحائط المسدود كان لي في النهاية أن أفكر مع الجمعية العمومية أو مع المجلس في أساليب جديدة. وأنا كنت أول الذين وقفوا ضد قانون تغليظ العقوبات. وعندما حدثت لي مشكلة أخيرة لم يعد سرا الآن في موضوع جريدة الشعب أو في موضوع صحفي جريدة الشعب، أنا أرسلت إلى أكبر مسؤول أقول له فيها إنه أنا سدت أمامي السبل ولم يعد أمامي إلا طريقين: إما أن أنضم إلى هؤلاء المعتصمين المضربين للطعام وأنقل الإضراب إلى ساحة المالية، وإما أن أنا أقف أتفرج على نقابة تنقسم. ولحسن الحظ أن كافة، لا أريد أن أسمي، ولكن هناك في الدولة من يعرفون معنى الدولة. بعد ربع ساعة اتصل بي الدكتور زكريا عزمي، واتصل بي الأستاذ صفوت الشريف يقول لي مطالبك حقه وما تقلقش، وسوف يصلك غدا قرار فتح الملفات، وسوف يصل غدا 1,200,000 جنيه قيمة التعويضات المؤخرة. سوف أذكر لك ما هو أغرب من ذلك. هم قالوا إنه ما بين الأحد السابق والأحد الجاي الأستاذ مكرم نشط استصرخ الحكومة أن تعاونه. الحكومة كانت منقسمة عليه، الحكومة مش عاوزة تعاونه، ولو ما كانتش تعاونه ما كانش بقى في الموقع الحرج ده. هم عاونوه في البداية بأن مكنوه من 200 جنيه، لكن بعد ذلك تركوه يعني لفريسة لصراعات النقابة. أنا من يوم الأحد الماضي حتى الأحد الماضي لم أتحصل على مكسب جديد، وأظن أنني لو كنت طالبت بمكسب جديد لكنت استجبت إليه، ولكن أنا أبيت على نفسي أن أكون نقيبا في المزاد، وأبيت على زملائي أيضا أن يغير مواقفهم ب20 جنيه زيادة ولا ب40 جنيه زيادة في بدل التكنولوجيا. أستاذ مكرم، ما ذكرت الآن أيضا بيحتاج إلى توقف، وسوف أطرح عليك سؤالا حول ما طرح من أنه رشوة انتخابية في هذه المرحلة، وهذا ما سوف أستمع إليه منك بعد هذا الفاصل القصير.